فقرتنا الأسبوعية اللي بنتكلم فيها على حضارتنا المصرية القديمة، حضارة غنية وثرية بكثير من الحاجات اللي لسه حاجات كتير منها مكملة معانا لحد النهاردة، ونحب نعرف حضراتكم بأصولنا جميعا كلنا كمصريين قدماء وأصولنا والحضارة العريقة اللي كلنا بنعتز ونفتخر بيها. النهاردة هنتكلم عن التناغم المصري القديم ما بين المصريين القدماء وما بين الحيوانات وثقافة الرفق بالحيوان. هنتكلم عن تفاصيل كتير ربما احنا عارفين قوي، يعني علاقة القط المصري القديم واللي موجود على كتير من جدران المعابد وما إلى ذلك، لكن ما نعرفش كتير عن حيوانات أخرى كانت موجودة عند المصري القديم وكان قد إيه بيحبها وقد إيه كان بيتعامل معاها برفق وبحب. هنرحب بضيفنا اللي بيشرفنا دايما الدكتور بسام الشماع، عضو الجمعيه المصريه للدراسات التاريخيه، وحديثا هو ايضا عضو الجمعيه الجغرافيه المصريه، انضم اليها حديثا، وببارك لك طبعا على انضمامك يا دكتور. اهلا بيك والف مبروك. اهلا بيك، الله يبارك فيكم، ميرسي جدا، اول مباركه اعلاميه، ربنا يبارك لك يا رب ان شاء الله، يبارك للشعب المصري. اهلا بحضرتك يا دكتور والف مبروك، وكل سنه وانت طيب، سنه جديده يعني بالصحه والسلام. طيب احنا خلينا نتكلم على الحيوانات الحقيقه. طبعا كلنا عارفين القطط كانت لها مكانه كبيره جدا في عند المصري القديم، والكلاب اعتقد برضو في معبودات او معبود بشكل كلب. خلينا نكلمنا بقى عن ايه الحيوانات اللي كانت مستأنسة في عند المصري القديم وكان لها قدسية عنده. كعادتنا هنبتدي بكلمة هيروغليفية. هنقول النهاردة هنعمل ما قال عنه المصري القديم إيو وان. سهلة بقى النهاردة. إيو وان. إيو وان كانت بداية القصص عند المصري القديم. المصري القديم يجي كان يا مكان كده بالظبط، برافو عليك، واخداها من القاموس، ده القاموس كاتبها كده، برنادات مونيه كاتبه كده، يعني برنادات في قاموسها الكبير كان يا مكان، وهي فرنسيه لكن كان يا مكان، استخدمت نفس الكلمه انت قلتيها بالظبط، فهي دي كانت بدايه الجمله. فاحنا النهارده هنكلمكم عن قصص الحيوانات كان يا مكان. المصري القديم كلنا خلاص قطط عرفناها، لكن جايبين الجديد بقى، جايب لكم بعض الصور هتتعجبوا ازاي المصري القديم كان حنين على الحيوانات، وازاي كان عنده رفق بالحيوان. لا لم اضرب دوابي، وانا عمال الف في مقابر دي من ضمن ال 42 خطيه اللي انت بتشيليها من على نفسك في يوم الحساب في مصر القديم. بتقفي 42 قاضي، 42 معبود، هو امن بكده، وهيقول لا لم اقتل، لا لم ازني، لا لم اسكر، لا لم، وكان لما جيت قصه السكر شرب الخمر ما قالش لا لم اسكر، قال لا لم يخشى على قلبي ما اغشاش عليه. ومن ضمن الحاجات قال لا لم اضرب دوابي. انا واخد الكلمه دي بقالي سنين وعمال الف في المعابد، ابص الاقي هو قدامه مثلا البقره او الثور وهو مثلا ماشي في المزرعه ورافع مثلا قماشه كده بعصايه، قماشه يعني مش كرباج، قماشه كده لذيذه كده ورافعها فوق، عمرنا ما شفناه وهو بيضربه، مجرد بس كده علشان يمشي او يجري او حاجه زي كده. هنشوف الصور. فعندنا فكره هذا الحيوان الجماعي. انا قلت مع الاستاذه في الاعداد، قلت لها احنا عايزين نبتدي بالزرافه، كنت جايب لكم صوره الزرافه دي من الحاجات اللطيفه جدا. انا بحب الزرافه دي، كلنا بنحب الزرافه، كلنا بنروح جنينه الحيوانات بنحب الزرافه بالزبط. انا بحب الزرافه عشان انا طويل الزرافه دي يا جماعه جايه من الجنوب العظيم خلاص، ودي جايه هديه الى مصر. كان في وزراء في مصر القديمه هم اللي بيتلقوا الهدايا اللي جايه من الامم الاخرى. هتبصي تلاقيها اولا نمره واحد زرافه بيبي، لاحظنا دي ولا ما لاحظناش؟ لاحظنا، يعني زرافه مش كبيره في السن، والدليل شايفه طولها لو قارناه بالبشر، مع ان السايزز او الايه الاحجام في مصر القديمه ممكن تبقى رمزيه شويه، بس دي نمره واحد. نمره اتنين، ملاحظين بقى المصري القديمي الجميل تملي يحط لك تاتش فيه طرفه او فكاهه. تخيلي عشان الناس اللي عماله تقول المصريين طول ما عاملين يحنطوا، طول ما عاملين يعملوا في مقابر، لا ده هو فكاهه جدا. وهعمل لكم مره النكته في مصر القديمه هتموت على نفسكم من الضحك، ده كان ابن نكته، انا بكلمك فعلا يعني احنا عندنا خفه الدم دي وراثه من مصر القديم، جينات. هتلاقي فيه قرد اخضر بيتسلق في رقبته، ودائما اول ما بنقول قرد بنضحك، معرفش ليه، يعني اول ما بنقول كلمه قرد على طول بنضحك لان هو حيوان لطيف والنسناس وكده. طيب فاذا هذه الزرافه، المصري القديم لما جاي يستخدم كلمه سر بالهيروغليفي SR سر، راح كاتب سين راء وراح حاطط رسمه ما تتنطقش، رسمه الزرافه. كلمه سر يعني يتنبأ بما هو قادم. شوفي ذكائه، جايب الزرافه الطويله اللي هي بتشوف لقدام وراح حاططها بمعنى تتنبأ باللي جاي.
شوفي ازاي الوصله ما بين عينه شغاله في الطبيعه ازاي. تعالوا نشوف الصوره اللي بعديها. يبقى اذا هذه الحيوانات الجميله. الكلب في مصر القديمه له باع، وعندنا الكلب اتحنط بكذا طريقه، منها طريقه الكلب المحنط اللي واقف على رجله الاربعه واتوجدت في مقبره في وادي الملوك. خلاص بصوا كويس يا جماعه على الكلب ده. في بعض الاحيان بيبقى فيه الديل بس ساعات بيتكسر، لان الديل بيبقى لوحده فبيبقى سهل ورفيع فبيتكسر. بصوا على رقبته، شايفين في خط في رقبته ولا مش شايفين؟ هيبقى لازم تضييق شويه، بس في خط كده نازل من عند كده بقه التحتاني كده الفك التحتاني لغايه صدره بشويه. ده ليه؟ ده لان ده هيفتح ويقفل بقه. ده هيبقى زي المابتس، ده هيبقى زي الليله الكبيره، ده هيبقى زي العرايس الماريونات يعني اللي بتتحرك وبتفتح وتقفل. الفك متحرك. متخيله؟ علشان ده ممكن يبقى لعبه للاطفال وممكن يفتح ويقفل وتعمل انت اصوات. ده بقى الصوره الرسمه المصريه القديمه اللي من الاف السنين دي عاملاني انا شخصيا حالا. انت متخيل الدالميشن؟ كنت لسه اقول لك ده الفيلم مصري، ده الفيلم بالظبط كده. مش قادره اتخيل يعني. انا ذات نفسي اتفاجئت. انت اهو هو شكل الكلب ده اصلا كان موجود زمان في مصر القديم، ده مش موجود دلوقتي عندنا في مصر. خلاص في بعض، برافو عليك، ودي نقطه مهمه حضرتك ذكرتيها، ان في بعض الاشياء اللي كانت موجوده، بعض الحيوانات اللي كانت موجوده زي الخرتيت، زي مثلا وحيد يعني القرن. دي مش متركبه الصوره دي حقيقيه بجد والله. ما عندناش فوتوشوب في مصر القديم. الواحد مش مصدق ده حقيقي. دالميشن واسمه بالعربي الدلماسي، عشان الناس اللي هتدور على كلمه دالميشن بالعربي هيجدوا مشكله، لان ده زي ما انت بتقولي ده خلاص ما بقاش موجود في الدول العربيه. اسمه ايه الدلماس؟ الدلماسي وفتح على الدال. دالميشن في الانجليزي. وطبعا الفيلم اللي خلى كل الدنيا طبعا تعترف بيه. ده كلب لطيف قوي، بحبه قوي. هو شويه ممكن يبقى زايد في الوزن سنه، معلش عندنا كلاب بتاكل كده وبتبقى زايده في الوزن. طرافه المصري ان الكلب دوت سماه فوق ايه؟ شايفه الهيروغليفي اللي فوق ده؟ عنخو. طب عنخ وعرفناها حياه، عيشه، عايش، حي. ده عنخ. توت عنخ امن، الشكل الحي للشمس. يبقى توت عنخ امن. عنخ فيرب تو بي، الكينونه. تو بي اور نوت تو بي، شكسبير، هاملت، كلنا عارفينها. اكون او لا، لا تو عنخ اور نوت تو عنخ. عنخ او لا عنخ، تلك هي المساله. بص هو هنا مسميه النشيط العايش، رغم ان هو ممكن يبقى كلب شويه زائد في الوزن، فممكن ما يبقاش النشاط الكبير قوي، بس هو مسميه العكس. بيتريق عليه يعني. يعني العكسيه، ودي حصلت عندنا. الراجل الكتب الاسد، حيواننا المفضل الجميل، الليث. يقول لك في اللغه العربيه العباس. عارفه العباس ده اللي هو مش احنا عندنا في اسكندريه العباس المرسي، ابو العباس المرسي، مرسي ابو العباس. العباس اللي هو ايه في العربي؟ الليث التي تخاف منه وتخشاها الليوث، يعني الاسد اللي بيخاف منه الاسود، ده اسمه العباس. هنا بقى المصري القديم. بصوا يا جماعه، في بدايات حتى قبل توحيد القطرين كانت الاسود مكرمه في مصر القديم. عشان كده ما تستغربيش لما تلاقي ابو الهول الناس تقول لك اكبر تمثال تم نحت ابو الهول. بصوا ده، دي صغنونه جدا. بشكر وزاره الاثار، المتحف المصري في التحرير عمل نيو اكزيبيشن سيناريو، عرض جديد، وظهرت اشياء في الاشياء دي كنا بندور عليها بنلاقيها بسهوله دلوقتي.